ده بتاريخ 21/4. كنا بنصوره في الغية بتاعة الحاج عادل أبو سريع، المعلم أو شهرته المعلم. الراجل استضافنا قناة هواة الحمام المصري بتاعت أي حد، بتاعت كل الناس، مش بتاعت محمد صلاح بس. هنتفرج دلوقتي على الحمام عند الحاج عادل، وده مش نش يا جماعة على فكرة برضه عشان الناس ما تاخدش علينا نقطة يعني. ده الجو كان حر وما كناش يعني الحمام ما كانش جاهز للطيران يعني. فاحنا الحاج عادل الله يكرمه قال فتح على الحمام وصور اللي انت عايز تصوره ومفيش اي مشكلة. ابو هشام دلوقتي بيفتح على الحمام. النش يا جماعة مش قصة إن أنت يعني شوية حمام طايرين فوق راسك وخلاص. لا، النش ليه أصول، كل حاجة ليها أصول. زي ما الفرخ ليه مواعيد، النش ليه مواعيد. كل حاجة فيها ليها وقتها يعني، بصرف النظر عن إن يكون عندك حاجة يعني كل حاجة ليها وقتها. حتى في حياتك الشخصية كل حاجة بيبقى ليها وقتها. ليك وقت تصحى فيه، ليك وقت تروح الشغل، تقابل صحابك، يعني كل حاجة بيبقى ليها وقتها. حتى الحمام نفس النظام، المشي ليه وقت. آه، زي ما انتم ما شايفين كده يعني. انا هحاول اقول لكم على بعض الانواع اللي موجودة يعني. انا بتفرج على الفيديو معاكم دلوقتي. آه، في شوية حمام كده يعني، اللهم صل على النبي. الحمام اغلبيته وزار، اكتر من يعني حوالي 90% تقريبا حمام وزار. الحمام الوزار لازم الحمامة تبات السنة عشان تتنش. يعني ده اللي بنفضله، كل الغاء بيفضلوه يعني، واتعلمنا كده من المعلم عادل أبو سريع. الحمامة الوزارة عامة لازم تبيت السنة. دي احنا من زمان على الكلام ده. دلوقتي الحاج عادل لما فتح أبو هشام فتح على الحمام كله. الحمام خرج زي ما انتم ما شفتوا بيتهوى، مش نش ده برضه، احنا بنعيد الكلام تاني. هو فتح على الحمام. الحمام اللي ما خرجش ما بيفتحش الباب ويطلعه يقول له يمسك الحمامة العين ويمشيها، لا. الحمام اللي ما خرجش بيسيبه يعني. بعد كده يرجع بقى ايه، يقفل زي ما انتم ما شايفين دلوقتي. هو دلوقتي بيقفل على البيبان. بيراجع بقى يشوف الحمامه اللي ما خرجتش. يعني في حمام اهو في العيون، بيرجع يشوف الحمامه اللي ما خرجتش، يفتح بقى يشوف هي ليه ما خرجتش. هو الحمام عمره ما كان بالعدد، سواء فرخه او نشء. الحمامه يعني الحمامه عمر الحمام ما كان بالعدد يعني. آه، الحمام اللي قدامكم دلوقتي ده ابيض شلباز، اللي هو الفرد الابيض دوت. والاحمر ده مرقع. ده اللهم صل على محمد، ده عيش بندق. ده عبسي مصري الاسود دوت، اسف عبسي شامي. ده قطقاطي اللي جنبيه برضو. معلش الكاميرا سريعة شوية. دي صوافات. ده فرد صوفي ده اللي قدامنا، الاتنين دول صوافات. في ناس مش عارفة أشكال الحمام يعني، احنا عشان كده بحاول ايه، أنا بحاول أشرح لكم الفيديو وهو شغال يعني. آه، ما شاء الله. الحمام بقى على فكرة برضه، الحمام ده طاير فوق الدايرة اهو. احنا اللي بنهوي الحمام عشان خاطر نصوره. انا بعيد الكلام ده مش نشي، احنا بنهوي الحمام عشان خاطر نصوره. بشكر كل الناس بصراحة المتابعين على القناة، وبشكركم على التعليقات المحترمة. وبفضل الله إن كل الناس اللي موجودة عندنا في القناة والمشتركين مش بالعدد زي الحمام، زي ما أنا ما قلت دلوقتي. الناس باحترامها لبعضيها، بأخلاقها. وده اللي يهمني، الناس اللي تكون موجودة على القناة عندنا مش بعدد يكون عندي 1000 مشترك ومثلا يعني، وتلاقي منهم 200 300 بيقعدوا يشتموا في بعض أو يقولوا تعليقات سخيفة. الناس لا، أنا ممكن يكون عندي 10 مشتركين، ناس محترمة وناس بتفهم، يقدروا بعض. اللي مش فاهم حاجة يفهم التاني برضه. حتى معلش سامحوني على التعليقات يعني، حتى لو مش برد على التعليقات كتير يعني. أنا بقعد وبراجع يعني، اللي بلاقيه قدامي بصراحة بجاوب عليه يعني. أستاذ أحمد بدر أهو المخرج بتاعنا. أنا دلوقتي طالع السلاكة التانية عشان العشة التانية عشان خاطر الصورة تبقى أوضح يعني. دي الكاميرا اللي أنا بصور بيها، الكاميرا دي في إيدي أنا يعني. في كاميرا تانية أستاذ أحمد دلوقتي هتشوفوه بيصور بيها. الكلام ده على فكرة كان بدري أوي يعني. يعني حتى لو كان نشي فهو كان بدري على وقت النشي كمان. احنا بناخد وقت جامد جدا يا جدعان عشان خاطر الفيديو يطلع لكم بالصورة دي، سواء مونتاج
او ان احنا بناخد وقت بنتحرك من البيت عشان نروح نصور، وبعد كده نقعد نتفق مع ناس ايه الكلام الموضوع اللي هنتكلم فيه قبل ما بنروح اصلا. لقينا الموضوع مناسب بنتحرك بسرعة جدا يعني. ده ابو هشام واستاذ محمود بيسا. احنا بنصور من فوق العشه التانية دلوقتي، الكاميرا دي في ايدي انا دلوقتي يعني. آه، بشكر كل الناس اللي موجودة عندنا على القناة، وإن شاء الله بنحاول نقدم يعني المعلومة. أو أستاذ أحمد أبو بدر، أستاذ أحمد بدر هو المخرج. طبعا هتلاقوا اللقطة دي إحنا خدناها حطيتها في مقدمة يعني. آه، بشكر أستاذ أحمد، المعدات كل المعدات دي بتاعت أستاذ أحمد بدر، الاستندات والكاميرات وكل والكرينات، في شغل كتير أوي من الأستاذ أحمد ما شاء الله يعني. كل دون مجانا، ما باخدش إيجار ولا وقت، كل دون أستاذ أحمد ربنا يصلح حالنا وحاله يا رب. آه، اللهم صل على سيدنا محمد. هحاول برضه لو في حمامة قربت ولا حاجة أقول لكم على الأنواع بتاعتها. زي ما قلت برضه من شوية، النش ده ليه مواعيد وليه أصول. احنا صورنا فيديوهات مع الباشمهندس محمد عطا، ويعني الناس دي بصراحة يعني بفضل الله أنا بلاقي حد بيتكلم في معلومة كويسة أو في موضوع كويس، أنا بسعى بجري وراه بصراحة يعني، ما أكدبش عليكم. الناس اللي بتقدم معلومة كويسة تفيد بيها الناس من غير كذب وغش ورياء ونفاق. بنحاول نقدر المعلومة على قد خبرتنا البسيطة. إن إحنا نقدم معلومة كويسة للناس. الفرد اللي لابس أسود ده شخشولي، واللي قدامه الأصفر ده سكروتة. هاحاول الأصفر ده أيوه ده سكروتة. اللي وراه اللي هو الأبيض في أسود ده غير الشخشولي ده عنبري كشك. صوافة. آه، أحمر كشك. ده قشر بندق. آه، يعني الأنواع اللي هتيجي ده أخضر، قبل أخضر يعني. ده حلس. ده مسود. ده كشك أحمر كشك، وده مرقع. وده أبيض شربات قدامي شوية، وده أحمر وزار. الأبيض في أحمر اللي ورا ده خلص، ده إنجليزي أحمر. اللهم صل على سيدنا محمد. ده كشك اللي واقف على النضارة دوت. اه كده من زاوية تانية برضو عشان يبقى الداير واضح برضو ما شاء الله، ربنا يوسع الحاج عادل أبو سفيان مشكورا يعني. يعني شخصية محترمة جدا جدا، والمعلم زي ما بيقولوا يعني. راجل محترم يعني، قعدنا مع بعضينا أكتر من مرة وفي كذا مناسبة. راجل صاحب واجب برضو يعني. ولا نزكي على الله أحدا. اللقطة دي يعني أنا حاولت أكلم أستاذ محمود دلوقتي، يمكن أنا بقرب عليه الكاميرا بقول له خلي بالك، عشان كنت عايز آخد له كادر كده. بس بفضل الله وفقت فيه يعني، أنا حتى حاطينه في المقدمة. ده سكروتة وده ريحاني. فرد ده ريحاني. هم هنا بقى بيشوفوا الحمام اللي ما خرجش ليه بقى يعني، النقطة دي أنا اتكلمت عليها في أول الفيديو. اه أنا بندهله أهو. اللقطة دي اللي خدناها في المقدمة، إن شاء الله تكون عجبتكم يعني بأمر الله. لو في حد ليه تعليق ولا أي حاجة يا جماعة، أي استفسار في موضوع في أي حاجة إحنا بنعملها، إحنا تحت أمركم يعني. إحنا بنعمل حلقات دلوقتي على يعني أي أسئلة ولا أي حاجة بنعمل حلقات اللي هي معلومات تهمك عن تربية الحمام. الأسئلة إحنا بنرد عليها على طول، ده مروان ابني. أنا طبعا الحاجات دي ما عملتلاش أي قط خالص، أنا هنزل الفيديو دون زي ما صورته. يعني المفروض فيه حتت بتتشيل عشان الفيديو يبقى لمدة معينة، وأستاذ أحمد هو اللي لابس أحمر ومحمود بيسا قدام. فالفيديو ده يا جماعة نزل من غير ما تتقص منه حاجة خالص نهائي يعني. وأتمنى إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لسه الفيديو فيه شوية كمان يعني، فيه حوالي دقيقتين كمان.
اه ده مروان طبعا قبل اللقطات دي بقى اللي احنا خدنا منها شطات كده للمقدمة. الشوت ده خلي بالكم يا جماعة، لو حد فاكر الأغنية بتاعت محمد فؤاد بتاعت فاكرة كنسيني. يعني أنا خدت الفكرة دي من الشوت ده، خدته من الأغنية. طبعا كلنا عارفينها، أغنية جميلة جدا أثرت فينا في بداياتنا يعني. اللي هي أغنية فاكرة كنسيني برضو كانت تقريبا نفس اللوفت دوت، نفس الداير، بس هو كان في مكان تاني يعني. احنا بنسعد دايما ان احنا نقدم المعلومة لوجه الله. آه، بشكر كل الناس اللي ساعدتنا، اللي وقفت جنبينا، الناس اللي اتصلوا. اي حد عنده فكرة يا جماعة تفيد الناس، احنا تحت امركم، نيجي هنصور ومفيش اي يعني، مش هنكلف حد يعني اي حاجة خالص. احنا كل حاجة ان شاء الله احنا هنعملها بامر الله، في سبيل ان يكون معلومة كويسة تفيد الناس. في فيديوهات مش هتبقى موجودة عندي، هتلاقوها موجودة على قناة الأستاذ أحمد بدر اللي هي بلدنا تيوب. إحنا بنصور فيه حاجات، فيديوهات معينة كده بقى أنا بحبها أحطها على القناة بتاعتي لحد ما أفضى وأصور لكم فيديوهات، يعني نكمل بقية السلسلة اللي إحنا كنا بنكملها، وأصور معاكم فيديوهات تاني كتير. بس في فيديوهات أنا باخدها أحطها عندي على القناة لحد ما أفضى إن شاء الله، إن أنا نرجع نصور تاني حلقات زي كده في 4 أموال، والفترة اللي فاتت كلها إن شاء الله. لحين ما ربنا يأذن بأمر الله. الفيديوهات اللي مش هتلاقوها موجودة هنا هتلاقوها موجودة على قناة بلدنا تيوب، قناة الأستاذ أحمد بدر. إن شاء الله هحط لكم الرابط. نسألكم صالح الدعاء، ونشكر الحاج عادل أبو سريع على استضافته لينا. بشكر الأستاذ محمود بيسا، وبشكر الباشمهندس محمد عطا، ويعني أنا مش عايز أنسى حد يعني. ناس كتير بفضل الله، والناس حتى اللي بتقابلني في السوق اللي أنا أعرفها أو ما أعرفهاش. اللي بتقابلني في السوق أنا مع يعني، في ناس أعرفها وفي ناس ما أعرفهاش. بشكركم جدا يعني، والحمد لله رب العالمين على محبة الناس، وربنا يديمها نعمة. وأقدر أعلمكم أو آسف أقدر أفيدكم. وفي النهاية اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.